اهلا، دي رحمه وده بارت 4 من رحله البحث عن الريل سيلف. كلنا تعبنا من كتر الفيديوز اللي بتقول لنا نصايح قد كده، بس مش عارفين نبدا ازاي او منين، وكل ما تيجي تبدا في حاجه تلاقي حاجه تانية اهم. في الاخر لا بنبدا ده ولا بنبدا ده. اكبر معضله للجيل ده وهي سلاح ذو حدين، كميه المعلومات المتوفره واللي مهما حاولت تجمعها كلها عمرك ما تعرف تخلصها. بس اهم درس اتعلمته حقيقي في الجزئيه دي، وهو غريب شوية، ان احنا بقينا نفوكس على الماينر ونسيب الميجر. يعني مثلا اكتر حاجات دلوقتي بقت شغلانة هي ال AI tools والانجليش والحاجات دي، بس بعيدا عن الناس اللي اوريدي ده الميجر بتاعهم. احنا بقيت الناس موقفة حياتها على الحاجات دي، احنا لازم نتعلم الحاجات دي الاول. طب ماشي، ما انت هتتعلمهم، بعد ما تتعلمهم هتستخدمهم في ايه وانت سايب الميجر الاساسي بتاعك؟ انا دلوقتي لو عايزه اتخصص في الديجيتال ماركتنج، فبدل ما الاساس بتاعي ان انا اكون باخد كورسز وبتعلم ده، اروح اتعلم انجليش. والحقيقه انك مهما حاولت توصل للاحسن، مهما طورت نفسك في اللغه او في اي حاجه عامه، هيكون لسه في احسن محتاج تعمله. بدل ما تشوف سايت يترجم لك الكورس اللي بالانجليش، او اساسا تبدا بكورس عربي الاول وواحده واحده تاخد انجليش وتطور منه جنب الاساس بتاعك، واللي هو اصلا غالبا هيبقى بنسبه كبيره انت عرفت المسميات او المصطلحات اللي انت هتحتاجها في مجالك، لان انت مش محتاج الانجليش كله بتاع العالم عشان خاطر تشتغل في مجال معين. ونفس الكلام على التولز بتاعت الاي اي، اصلا كل يوم في حاجه جديده بتظهر. فلو قعدت بس تركز وتضيع وقتك على ان تشوف الابديتس الجديده وازاي تتعامل معاها، ونسيت انك يكون عندك ميجر اساسي انت بتفهم فيه، مش هتوصل لحاجه. فاهم حاجه، ركز على الميجر مش الماينر. ولو عندك اساسا امكانيه انك تجيب شخص متخصص في الحته دي وده بالنسبه له الميجر بتاعه يجي يساعدك، اعمل كده. وده هيكون 5 درس من رحله البحث عن الريل سيلف.